لو في جيت في وقت من الأوقات وسألتك مين هو أفضل مهاجم في العالم، يعني لو أنت تسعيناتي، يعني هيتسلل إلى ذهنك طبعا ده رقم واحد لاعب زي الظاهرة رونالدو، طبعا الاستثناء في كرة القدم بشكل كبير جدا. ممكن يتسلل إلى ذهنك فرانشيسكو توتي، ممكن أليساندرو ديل بييرو، ممكن حتى يتسلل إلى ذهنك ديفيد تريزيجيه، ممكن في وقت اوقات برضو ممكن تفتكر ادريانو في الفتره الذهبيه. كل دي طبعا نقط وارد جدا انها تيجي في مخيلتك. وكمان لو انت في جيل بعد كده شويه ممكن كمان تفتكر ان ممكن تتكلم عن ابراهيموفيتش، ممكن تتكلم عن لاعبين زي ديدي دروجبا وصامويل ايتو في فتراتهم الذهبيه مع برشلونه وانتر ميلانو مع تشيلسي. بالنسبه لدروجبا، بالنسبه للاعبين اخرين زي طبعا لويس سواريز، ممكن تتكلم عن ادنسون كافاني، ممكن حتى كمان تتكلم عن الفتره الاخيره والذهبيه لكريم بنزيما مع ريال مدريد. ولكن كل اللاعبين اللي تم ذكرهم دول كل واحد فيهم ليه التكنيك الخاص بيه، سواء في لعب المباريات او الاسلوب الخاص بيه في طريقه تسجيله للاهداف. في النهايه كل واحد بيتميز بحاجه، كل واحد ليه طريقه معينه في لعب المباريات وتسجيل الاهداف مختلف عن الباقي، عنده نقط قوه وعنده نقط ضعف، باستثناء طبعا الظاهره رونالدو، لان ده في قالب اخر لا يتم منافسته من قبل اي لاعب يعني بالنسبه للاعبين على مر التاريخ. لكن انا بكلمك في المهاجمين بشكل عام، مركز 9 في طريقه لعب اي مدير فني. طبعا انت لو سألتك في وقت من الاوقات ممكن الاختيارات بالنسبة لك تكون متاحة كتير جدا بالنسبة للاعبين السابقين، ولكن النهاردة انا جاي اكلمك عن لاعب حرفيا هو من افضل المهاجمين على مستوى العالم في الوقت الحالي، واللي بالفعل هو مظلوم اعلاميا بشكل كبير جدا. وانا النهارده بكلمك عن مين؟ بكلمك عن لوتارو مارتينيز. لوتارو مارتينيز اللاعب الارجنتيني وقائد نادي انتر ميلانو النيراتزوري الايطالي. لوتارو مارتينيز بدأ طبعا مسيرته بالنسبة للفريق الأول، بداية صعوده كانت مع نادي ريسنج الأرجنتيني، واللي بالمناسبة لقى صعوبة كبيرة جدا في تواجده في الفريق الأول وحصوله على فرصة. ولكن اللاعب من اللاعبين اللي بيقدروا جدا قيمة الفرصة وقيمة الحصول على فرصة، وبالتالي اللاعب عندما أخذ الفرصة تمسك بها بشكل كبير جدا، واصبح في الموسم الاخير بالنسبه لنادي ريسنج هو الهداف وهداف الدوري برصيد 23 مساهمه تهديفيه، 18 هدف زائد 5 صناعات. بالاضافه كمان انه تم انتقاله بعدها الى نادي انتر ميلانو علشان يصبح الصراع ما بين ثلاثه من افضل المهاجمين في العالم في الوقت اللي انتقل فيه، زي طبعا ماورو ايكاردي وقتها، بالاضافه كمان الى روميلو لوكاكو، ومش كده وبس، ده كمان ايدن زيكو في وقت من الاوقات. فبالتالي اللاعب كان بيعاني للحصول على فرصة حتى كمان مع المدير الفني لوتشيانو سباليتي. ولكن في النهاية اللاعب قدر ان هو يحصل على الفرصة في غياب طبعا ماورو ايكاردي، واللي كان يعني بيكسب ثقة جمهور الانتر بالكامل. ولكن في النهاية اللاعب قدر عندما اخذ الفرصة قدر ان هو يتمسك بها بشكل كويس جدا، وقدر ان هو يساهم بنسبة كبيرة جدا في فوز الانتر بلقبين في الدوري السيري A، طبعا بعد سيطرة كبيرة جدا من أندية نادي يوفنتوس بالتحديد على بطولة الدوري لفترة طويلة. ولكن في النهاية انتر قدر ان هو يكسب الدوري. لوتارو مارتينيز قدر ان هو يحصل على لقب هداف الدوري الايطالي، وكمان قدر ان هو يقود الفريق الى الفاينل الشامبيونز ليج في موسم 22 23. بالاضافه كمان الى ان اللاعب كمان مش ما اكتفاش بكده، بالعكس كمان وصل ان هو حقق لقب اخر مع منتخب الارجنتين، بطوله كوبا امريكا وكاس العالم 2022، لقبين في موسمين متتاليين، كوبا امريكا 21 وكاس العالم 22. وحتى انتهت كوبا امريكا ب 2024 في امريكا طبعا بفوز الارجنتين باللقب ال 16 بالنسبه للفريق. كان لوتارو مارتينيز حاضر بفوزه باللقب، بالاضافه كمان الى انه هو حصل على لقب هداف البطوله. لاعب حرفيا بيمتلك امكانيات كبيره جدا، سواء كانت على مستوى السرعه، القوه، المهاره، المراوغه، تسديد،
الحصول على يعني تقدر تقول فرص، او الحصول على خلق الفرص بالنسبه للاعبين زملائه، بالنسبه كمان ان هو بيقدر يتحرك بشكل كبير جدا في المساحات، لاعب بيجيد ضربات الراس بشكل جيد جدا، لاعب بيمتلك العديد من الامكانيات اللي بتتمناها في اي مهاجم. حرفيا هو من نوعيه المهاجمين اللي تقدر تقول عليهم مهاجمين متكاملين بنسبه كبيره جدا، لانك يعني في معظم الاوقات بيكون عندك اوقات كتيره المهاجم بيكون متميز في حاجه وبيكون ضعيف بعض الشيء في حاجه تانية، لكن لوتارو مارتينيز يعني من نوعيه المهاجمين اللي حرفيا تقدر تقول بيمتلك كل الخيارات اللي ممكن يحتاجها مدير فني، سواء كانت من قوه، سواء كانت ارتقاءات، ضربات راس، تسديد من خارج حدود المنطقه، حتى فتح المساحات والميل على الاطراف، بيجيد جدا الحته دي. فهو حرفيا بيعد كشكل من اشكال المهاجمين اللي حرفيا افتقدناهم في الاونه الاخيره بشكل كبير جدا، ان المهاجم اصبح عنده بعض الوظائف اللي بيقوم بيها مختلفه تماما عن الوظائف المتكامله بالنسبه للمهاجم الكلاسيكي بتاع زمان. لوتارو مارتينيز عاد الى الاذهان طبعا الفتره الافضل بالنسبه للويس سواريز في فترته مع برشلونه طبعا، والثلاثيه اللي كان مكونها مع ليونيل ميسي، وبالاضافه الى نيمار جونيور، بالاضافه كمان الى انه اعاد الى الاذهان في فتره انفجار يعني قدوته ومثله الاعلى راداميل فالكاو لاعب اتلتيكو مدريد، طبعا فتره انفجاره مع اتلتيكو مدريد، بالاضافه كمان الى انه عاد الى الاذهان فتره التالق طبعا وارتقائه من بورتو الى اتلتيكو، ومن ثم فتره الانحدار مع تشيلسي. ولكن في النهايه اللاعب استمراريته جعلته يتفوق على قدوته مثلا الاعلى راداميل فالكاو، بالاضافه كمان الى انه هو يتفوق في الوقت الحالي على من خلال الاستمراريه على اي مهاجم موجود على مستوى العالم، بيلعب في مركز قلب الهجوم، لاعب متكامل بكل المقاييس، ولم يتم تقديره اعلاميا نظرا لانه طبعا ما بيلعبش في برشلونه او ريال مدريد او نادي يمكن بيتم تسليط الضوء عليه في اوروبا زي الانديه الكبيره. طبعا الانتر نادي كبير، ولكن في النهايه تسليط الضوء عليه بيكون اقل بعض الشيء من باقي الانديه الاسبانيه والانجليزيه. ولكن لوتارو مارتينيز هو من وجهه نظري في الوقت الحالي افضل مهاجم في العالم من ناحيه التكامليه، لاعب بيمتلك كل شيء يجعله افضل مهاجم في العالم. انت ايه رايك؟ لوتارو مارتينيز هل فعلا يستحق انه يكون افضل مهاجم في العالم في الفتره الحاليه، ولا في حد تاني هو يعتبر الافضل في العالم؟ يا ريت تكتب لنا في الكومنتات، قول لي ايه رايك وشايف مين، وهل يستحق ولا لا، ولو لا مين هو الافضل في العالم في الوقت الحالي من وجهة نظرك. شكرا جدا، سلام.